السلام عليكم ورحمة الله. وسامو دابا هذا ديال المعقول. 50 درهم كيدير بها 10 الدراري وكيدعي معاك من البرنوسي. هذه هي اللي كاينه. اذا الدوله كتخدم على واجهات متعدده. اولا كتخلفك، ثانيا كتدمرك، ثالثا كتنقص لك من جيبك، رابعا كتقول لك راه ما بقى ما يدار، خامسا كدير لك حكومات اللي فيها اشخاص اللي هما مورطين. كتقول حتى شكون غيدافع عليا، حتى شكون غيسمع ليا، حنا غنهبطوا نغوتوا الغلاء ما الغلاء، وكاين تضارب المصالح، وراه المسؤوليه السياسيه مع المسؤوليه التجاريه، رئيس الحكومه مورط، اصحابه اللي هما على راس الشركات راهم في البرلمان جالسين. هذا الشعب هذا كله هي ديمقراطيه ماشي ديمقراطيه ابدا. باش تكون ديمقراطيه هي هذه ديمقراطيه. اولا خصنا هذوك نواب الامه على الاقل جوج حوايج يكونوا قاريين وما متابعين حتى ملفات. هذه الاولانيه باش يطلعوا تما. اما باش نطلعوا اصحاب المصالح، حنا كنشوف مثلا بعض اللجان ملي غنناقشوا الفلاحه، هما الفلاحه كيجيو ايوا عندكم غنناقشوا مثلا الضريبه على الشركه، كيجيو اصحاب الشركات ايوا نقصوا لينا حنا، يعني كنوصلوا على 100 مليون كيدافعوا على المصالح. وهذا هو الدفاع. فين هو المفهوم ديال النائب ديال الامه اللي خصو يدافع على ذاك الشعب، والشعب اللي صوت عليه راه فقير راه باغي. واليوم انا عندي مناسبه باش نقول لك واحد المساله، انه حتى هذه الحكومه اللي جات دابا كتقولوا نصرها انها باغا دير الدوله الاجتماعيه، وحقا راه غادي دير لنا الحمايه الاجتماعيه وغادي تعطي كتنزل فيها ماشي حقا، راه كتنزل فيها. نقول لك اييه دعم مباشر وحمايه اجتماعيه كتنزل فيها. هي كان 11 مليون ديال الناس في الرميد، حيدات منهم مليون و400 الف ما مشاوش كلهم للامو، احتمال راسهم واسماء كان اختلالات داروا واحد المؤشر اقصائي راه مش اصلا كانت فيه اختلالات. الناس كيقول لي حنا راه غادي كنا كنديروا كنداووا في شي بلاد دابا بقينا فين نمشيو ما عندهم والو. انا كنعرفهم ما عندهم والو. عنده واحد القضيه ديال جدو ما كتخرجش ليه ماشي كيشي اوتوماتيك كيخرج لك الفلوس كما كان الحال. تقصاو الناس كثار كما تقصاو في الزنزانه ماشي 10% اللي ربما استافدوا من شي حاجه، ومن البقيه والو. اذا هذه الدوله اللي اليوم غاديه لهذه الحمايه الاجتماعيه والحرفيين اللي قال لك غندخلوا 11 مليون، الله دخلوا 5 مليون 6 مليون ما دخلوهاش، قال خصك تخلص. انا مشيت لفات كيبكيو عليا الحرفيين اللي كيعرفوا العقل ديالهم يديو كتصنع الدب، يعني النقش على كل المعادن وعلى الجبس والخشب وعلى هذا والجلد داكشي اللي كيديروا تراث لا مادي يعني لا يقدر بثمن. واليوم خاصنا مدارس ديال الخشب وديال الجبس وديال هادشي باش نحافظوا على هادشي، لان المعلمين كيموتوا وما كاينش اللي يخلفهم، لان كيقول لك انا غندير معلم في هادشي، انا نقش لك دارك انت نعيش ان شاء الله. باش نكمل لك غير هذه النقطه. اما الدعم المباشر من ناحيه اولا الا عندك دعم تاع على جوج دراري ما غيزيدوك حتى فرنك، ما كاينش مراكمه الدعم. 500 درهم 1000 درهم هذه فلوس، هذه واحد كيربح 100 مليار كيدير بلاش وسموها الخوت على حسن من بلاش. بارطاجيو المشكله فين هي؟ بالفعل انا تعطيني هذا الحوار هذا بارطاجيو الخوت. الى هذيك 500 درهم تساوي قنبه على الخيط، غدا ما صوتش تحيدها ليا، غدا انا ما تجلدش تحيدها ليا، لانه مرتبطه بتصويت وبجوج مرتبطه. شارل جيف من اكبر المفكرين الاحرار كيقول لك انا بغيت الخدمه تحرر، نربح اخويا مع كتافي 10 دراهم ولا 50 ولا 500 ونشري اللي بغيت وندير اللي بغيت وما نشريش اللي ما قدرت عليه. اما انا دورتي معايا عطيتيني دعم، هذاك الدعم هو اكبر قيد للعبوديه الجديده اللي ستمارس علينا. وهذوك الناس اللي غياخذوا هذا الدعم واش غادي يخرجوا شي حراك ولا غيخرجوا شي حاجه؟ اذا غادي تطفي صوت الحراكات الشعبيه اللي باغيه الجهه ديالها تنهض وباغيه وليدات. هو اذا حسب